يعني عم تحسوا بالهزات اللي عم تصير؟ ما انهزيت وما حسيت. حتى الهزة الأولى ولا الأولى. نعم. نايم كنت ودلتني نايم. لا أنا لا ولا مرة. ولا مرة بعد؟ شو عم تحس بالهزة ولا؟ ولا عم بحس ولا شيء بالمرة. ولا عم بنهز؟ ولا شيء بالمرة، بس الوضع حززني هز أكثر من الهزة. الوضع مهزهز أكثر من الهزة. الوضع أكثر من الهزة. طيب بنحس بهزة ولا شو؟ ايه عم نحس. حسيتي فيها؟ حسينا. ايه كيف عم تكون قوية مش قوية؟ لا يعني شوي قوية. عم نحس انه هيك عم بهز البيت فينا هز. العافية، عم تحسوا بالهزة ولا لا؟ ايه انا ما حسيت فيها، بس مدامتي حست فيها. وفي بعض الناس هون حسوا فيها وناس لا، انا مش الكل. يا خيي هي موضوع الهزة يعني صار من مكان بالبلد يجي يقول لك شو هذا حديث الساعة، حسيت بالهزة ما حسيت بالهزة. هلا يلي حس بالهزة بكون يعني حسب الوضعية اللي كان فيها، يا اما قاعد يا اما نايم. واللي ما حس بالهزة حسب، يمكن هي موضوع رباني هو ما بدش يحس فيها هالموضوع. بس بنرجع بنقول انه موضوع الهزة انه بالنهاية اللي مسلم الله خيي، مستهدف حدا معين او مستهدف مناطق معينة. ومن ميل التاني فيك تقول انه حسب ما عم يحكوا هلا انه موضوع حرب. هلا فتلي بحرب وفتلي بجيولوجيا، خلينا بالهزة يا خيي. الحمد لله ما حسيتش بهزة وماشي حالك، خلص شكرا لك. فاذا يعني بدي اعملها مفتعلة الهزة، يعني بالنهاية مؤامرة كمان. الا وسليمان فرنجية الرئيس القادم باذن الله.